طعمة كلها فينا نحط كمان هيك من تحتهم. مندي بنص ساعة بس. شو بدنا غراض؟ دجاج مسلوق سلقته، حطيت له المطيبات غار، هيل، قرفة، 7 بهارات، ملح، فلفل اسود، نص ليمونة، نص بصلة. وهلا بهي الزبدة شو بدي احط لحتى ادهن الدجاج؟ لبن تقريبا حوالي 3 معالق، دبس فلفل، رشة ملح، بهارات الدجاج، 7 بهارات، بودرة ثوم، فلفل اسود، زيت زيتون، بنحرك. واللمسة الأخيرة اللي هي ملون لون أورانج. ومنبلش ندهن وش الدجاج بهذا الشكل. وهلا على الفرن. طبعا شلنا على جنب شوي من مرقة الدجاج تبع السلق لحتى نطبخ فيها رز المندي. شوفوا لي الدجاج كيف صار بالرز. وهلا نبلش مع بعض بطبخ الرز يلي هو خصوصي للمندي. رح نحط زيت وللتنكيه بحط شوي من البقرة الحلو. طبعا عندي هون رز انا نقعته وصفيته. طبعا الرز ما في داعي تضيفوا له لا مطيبات ولا غار ولا قرفه ولا اي شيء، لانه نحن اساسا رح نطبخه بمرقه الدجاج اللي سلقناها قبل شوي. فمرقه الدجاج هي اساسا انا ضايفت لها كل هي القصص. فهلا رح انزل بالرز تقريبا حوالي 3 كاسات رز من الرز بسمتي. نضيف شويه ملح، معلقه ملح. طبعا احط معلقه وشوي طبعا، بس ما تكتروا كثير لان انا كمان حاطه شويه ملح بمرقه الدجاج. وهلا رح ننزل بمرقه الدجاج اللي شلناها على جنب لحد ما تغمر الرز. وبس بلشت تغلي بنغطيها. وهلا شو بدنا نعمل يا حذركم، بعد ما صار تقريبا الرز جاهز بس يعني ما خليته ينشف كثير. هلا الحركه يلي بعدها يلي هي الالوان. معقول في منديل هلا عندي لون احمر وعندي لون اورانج، رح احطهم مثل اشاره الضرب. ننزل باول واحد ورح انزل بثاني واحد هيك. شايفين كيف صار مثل اشاره الضرب؟ طبعا هلا ما تدقروه ابدا، خلوه هيك. هلا شوي رح شغل الفحمه وارجع لكم. رح اشغل الفحمه لا تروحوا. في خطوة هون أنا كثير بحب أعملها، مو كل الناس بتساويها بهي المرحلة بس أنا بحب أساويها. وقبل ما أخلطهم برش شوية تسديد بيناتهم لحتى لما أخلطهم أوتوماتيكيا تغلي الداخل وبين الرز. أنا لبين ما تشتغل الفحمة رح شكل له أموره لهذا المندي. كيف؟ يعني شوية لوز، شوية جوز، شوية قصص الشكل هدول. وهلا بلشنا نقلب الشكلات كلياتها لحتى نحطها على الوش. ويا سلام. هلا اللي بدنا نعمله إنه بدنا نحط هالسلوفانة بنص هذا الرز هيك، يعني بدنا نعمل هيك شوية فراغ هون. شايفين كيف؟ مثل الجورة. ونحط هاي السلوفانة هون ونجيب الفحمة. وهلا رح ننزل الفحمة هون ورح انزل عليها ببخة زيت. رح افرجيكم وبتغطوها فورا هيك. هلا بدي اجيب قطعه قماشه ولفها فيها. شايفين الدخان جوا كيف؟ خليني اول شيء افرجيكم كيف رح اقلبه. شوفوا بسم الله. رح نشيل هي الفحمه طبعا فورا نحطوها بمي بارده مشان تصفي. وهلا رح نقلبه شوي هيك. يا سلام. ورح بلش نزل الرز بهذا الشكل. نوزعه. يا سلام يا سلام يا سلام. شوفوا الدجاج، شوفوا لي هالدجاجات كيف طالعين. يعني عن جد ما بقدر اوصف لكم الريحه والله. يعني ما بعرف يعني، بس اللي بيشم هي الريحه مستحيل يقدر يقاوم ما يبلش اكل فورا. وهلا بدنا ننزل بالحباشات. هلا فينا نحط كمان هيك من تحتهم. فولي على هالمندي كيف. طبعا مندي
عادية من دون صوص الدقوس وما بيمشي الحال بالمرة. رح اكتب لكم كيف عملته ومكوناته بصندوق الوصف.